ايه يا صاحبي، عامل ايه؟ والله انا عارف ان انا وحشتك، وعارف ان الغيبة طولت، وهي فعلا طولت يعني المرة دي. مش زي كل مرة يعني، بس كنت بنزل كل يوم. كنت مسحول في حاجات كتير جدا في حياتي عموما. وده اللي يعني دي الثمار بقى، فاهم؟ يعني اي حاجة هتعلمها في الدنيا عموما خلاص كونسبت كده ترسخ في دماغي، فاهم؟ هطلع وافهمهولك يعني، مش هنساك. لكن انسى بقى خالص فيديوهات سكريبت تاني او فيديوهات متمنتجة، مونتاج سريع تاني. انسى الحاجات دي خالص. انا القناة دي فاهم معمولة عشان انا اتعلمت حاجة هطلع اعلمها لك واديها لك زي ما هي صرف، ومن غير فاهم، من غير ما اجمل ومن غير ما اقص المعلومة ولا اي حاجة. وفيديو النهاردة دسم يعني، فيديو النهاردة بعد غيبة طويلة يعني، عايزه يبقى ايه يعني؟ كبر الشاشة كده واقعد كده واستريح، فاهم؟ وتعالى بقى، تعالى معايا كده اخدك في رحلة. دلوقتي يا صاحبي انت بتتولد، اهلك بيربوك تربية كويسة، بيربوك طبعا على الصح والغلط، وايه تعمله وايه ما تعملوش، وما ينفعش تبقى قليل الادب، ولازم تبقى كويس، ولازم وحاجات كتير كده، فاهم؟ هتيجي انت طبعا، اغلبنا مش في مدينتي مش هيقول بابي ومامي يعني، فانت بتتربى التربية الكويسة دي، وبعدين هتصطدم بايه بقى؟ هتصطدم بالعالم الخارجي، اللي هو عكس تقريبا ما انت اتربيت، كل حاجة عكس اللي انت اتربيت عليها. هتنزل منطقتك نفسها هتلاقي ايه ده، الناس بتعمل الغلط عادي يعني، وده السائد. هتروح مثلا المدرسة، طبعا ده يعني مع العمر والسنين ومش عارف ايه، هتبدأ تكتشف الحاجات دي، فاهم؟ تبدأ بقى تكتشف ان فطريا اللي بيحترم هو القوي عموما في أي مجال يعني. أنت دلوقتي في درس أو في مدرسة، القوي هنا هو القوي هنا، قوي المذاكر اللي بيجيب درجات اللي بيطلع من الأوائل، ده كده قوي في مكانه. طيب واحد بيمثل قوة في الجيم، هيكون قوته هي جسمه هيبقى 100% جامد، فده كده القوي من ناحية الجيم. مين تاني؟ طبعا في شركة الموظف اللي عنده سكيلز اكتر هو اللي هيكون احسن، وهكذا وهكذا وهكذا. كل مكان ليه القوة الخاصة بتاعته، وهكذا. هتروح انت بقى في العالم الخارجي وتكتشف ان القوي بياكل الضعيف، وانت في منطقتك قلتلك ان انت مش بتاع بابي ومامي وكده، فانت هتروح في منطقتك هتكتشف ان السرسجي هو القوي، اللي بيقطع وش ده، واللي بيحط على ده، واللي بيشتم ده، وبيعمل واللي بيفتري على ده، وفاهم. فهناك تلمع بقى كده، اوه يا نهار اسود، انت مش معروف، انت محدش عارفك خالص يعني، انت بتخاف حتى الناس تعرفك، فاهمني؟ فهتيجي بقى هتشوف دول، اوه ماي جاد، ايه ده؟ انا عايز من ده، انا عايز فعلا اجي اقرب من الناس تجري مني، تخاف أذيها. كذا 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 كذا. طبعا شوف السرسجية بيعمل ايه وبيحترموا ازاي وسط طبعا العيال اللي عندك في المدرسة أو في منطقتك أو في أيا يكن يعني. فتبدأ بقى دماغك بقى تجيبك بقى، اللي هو طب ما ايه، طب ما أنا عايز من ده، طب ماشي تعالى نجرب مش عارف ايه، وتخش الجرنام وبتاع. هياخدوك معاهم وتتسحل، فتبقى معاهم والدنيا تمام. تبدأ واحدة واحدة بقى تتكلم زيهم، تتعامل زيهم، الناس حتى تبدأ تحترمك زيهم. بس طبعا احترام وسخ يعني، مش الاحترام ان انت عندك سكيل مثلا او عندك قيمة الناس هتحترمك عشانها، لا. ف بتلاقيش نفسك، بتلاقي ان انت ما بتتحسنش، بالعكس انت بقيت بتجرب حاجات كتير ما كانش ينفع المفروض ان انت تجربها بالنسبة لتربية اهلك ودينك. بقيت تعمل حاجات برضو مخالفة لأهلك، الحاجات اللي ربوك عليها ودينك وكل حاجة. طب هل دي الحياة اللي انت عايزها؟ اكيد مش دي الحياة اللي انت عايزها. فبتقرر بقى تخرج عن كل ده وتكتشف ان كل ده غلط، وان الاحترام ما بيجيش كده. طبعا انت قاعد بتخبط، انت مش فاهم اي حاجة، انت قاعد بتخبط. فهتكتشف في الاخر ان القيمة بتجيلك من الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك، من الافعال. مفيش حد ما بيفعلش وعنده قيمة يعني. مفيش حد قاعد طول اليوم كده على السرير نايم، او قاعد بيفعل حاجات ملهاش لازمة، بيستهلك بس، هيبقى ليه لازمة؟ مستحيل، مستحيل، اتحداك.
فتبدأ بقى تقوم تعمل تبدأ بقى تسمع بقى فيديوهات وتحسين بقى النفس بقى، وعايز بقى تتطور وتشوف الناس اللي الناس بتحترمها بعيدا عن السرسجية. الناس اللي بتحترمها بجد بيعملوا ايه؟ مثلا أقوياء، بس مش أقوياء بأسلحة، أقوياء جسمهم ده سلاح فتاك ممكن يمسك أي حد فعلا يموته في إيده عادي. فتبدأ تروح الجيم وتبدأ حطيت رجلك في الطريق، وهكذا. تبدأ في أكيد الفلوس بتديك قوة جبارة انت محتاجها. القوة في الفلوس هي ان انت تبقى مرتاح ماديا وما تحتاجش لحد. انت بتكون اي حاجة انت عايز تجيبها هتجيبها، مش هتكون عاجز. يعني اي منطقة عايز تروحها هتروحها، اي اكل عايز تاكله هتاكله، اي حاجة كويسة عايز تجيبها هتجيبها، فاهم؟ بعد ما انت بتعمل الحاجات دي انت هتبقى لسه معاهم، يعني هتغلط غلطة كبيرة وهتكون لسه مع دول، مع النسخة دي، وانت نسختك كانت سيئة وكنت اصلا معاهم، وانت خلوا نسختك سيئة. فالمفروض يتعمل بعد ما انت هم كانوا هنا وانت حرفيا زيرو اكشنز في حياتك، زيرو اكشن، ما عندكش قيمة خالص. حتى قيمة ان انت محترم خلاص لطخت نفسك بيهم، فانت حتى بقيت متشاف زيهم. خد بالك من الحتة دي، انت محترم واهلك مربينك وكل حاجة. اللي هيجي يشوفك من بره هيشوفك مع مين؟ مع دول. فاذا انت منهم، ركز معايا في الحتة دي كويس. انت كده من دول، من الجماعة دول السرسجية. انت سرسجي كده، محدش هيدخل في دماغك ويقول لا ده كان محترم، لا ده عنده طموح، لا ده بيسعى، لا ده عايز وعايز وعايز. ما فيش حد هيعمل كده. انت مع مين؟ انت مع دول. فاذا انت منهم، فاهم؟ فهتبدأ بقى تعمل وتعمل 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 لحد ما تحس ان قيمتك خلاص. زي ما قلت لك ان الشخص بيتقاس بأفعاله، فانت افعالك وصلتك لدرجة ان انت بقيت هنا طبعا زيرو افعال، مفيش حد هنا ما بيعملش. هنا شخص بيعدي يومه بالعافية. هنا انت بقيت بتحاول لسه مش 100%، بس نزلت جيم مثلا، بقيت بتجورنال، فاهم مشاعرك اكتر، عندك صلابة نفسية، مش عارف ايه الحاجات اللي هي بتاعت سيلف امبروفمنت عامة، او ان انت شخص اتغيرت. حتى لو مش تغيير كبير، بس خلاص افكارك اتغيرت وفهمت معتقدات كتير جديدة. فمش هينفع خالص تبقى مع دول، وانت هتبقى لسه على صلة بيهم. هيسحلوك وهيقولك تعالى نعمل كذا، تعالى نعمل كذا. هيستخدموا عليك اساليب عار كتير جدا، هيطلعوك مسرح. ان انت كنت منهم. الناس ما بتحبش الخسارة، فاهمني؟ فطبيعي مش هيسيبوك عادي كده تمشي. فانت مع الوقت خلاص هتبدأ تفلت منهم وتسيبهم كلهم. طبعا دي مش قصة شخصية خالص، هو ده الواقع اللي بيحصل، انا بس بفهمك الدنيا على ايه. فبعد بقى ما يعملوا معاك الحاجات دي، واحنا اللي عملناك وانت ما كانش حد يعرفك. انت لما بقيت معانا بقيت الناس كلها تعرفك، سواء بقى في منطقتك الجانج دي كانوا في منطقتك، جانج السرسجية كانوا في منطقتك، او جانج الناس الوسخة عموما اللي انت دخلت معاهم دول كانوا في منطقتك. فانت اكيد هتتعرف في منطقتك لان هم معروفين، فانت كمان هتتعرف في المدرسة، انت هتتعرف في الجامعة، انت هتتعرف. هما اللي عملوك كده وهما اللي صيطوك وانت خدت منهم الصيت ومشيت وبتاع. بس لا، لا، لو انا هاخد منكو الصيت كده فانا يا ريتني ما اتصيدت اصلا، ويا ريتني كنت لسه في حالي، ويا ريتني ما حد يعرفني عشان ما يعرفنيش كده. كل اللي يعرفني والصيت اللي انا خدته منكو صيت الناس بقت شايفاني شبهكو. فلا، ده لازم يتمحي، ده لازم يتمسح بأستيك. انا حياتي ما ينفعش تبقى كده. انا دلوقتي بقيت شخص قيمته هنا وبقيت فاهم ده. فانا خلاص ما ينفعش خالص يبقى ليا تواصل بيكو تاني خالص. هي الدنيا ماشيه كده، هي الدنيا قاسيه، الدنيا قاسيه، هي الدنيا كده، هي الدنيا بتمشي كده. فخلاص انت بعد ما طلعوك مسرح وبعد ما عملوا لك اساليب العار اللي انت المفروض يشدوك تاني وسطهم، انت تخطيتها كلها ورجعت النقطة انت كنت فيها قبل كده، وهي نقطة الوحدة. خلاص بقيت لوحدك، مبقاش في حد معاك عشان انت سبت كل دول وفلتت انت منهم، وبقيت انت شخص كويس ومركز على نفسه وبيتقدم عموما في حياته وبيشتغل على عقله وهكذا. فانا عايزك يس بجد في الفترة اللي انت قررت تبعد فيها عن كل حاجة مشتتة حياتك والناس اللي مشتتة حياتك وكل الحاجات دي، عايزك الفترة دي تختفي
بجد. مش لازم تعمل دراما، مش لازم تعمل اي حاجة ولا تثبت اي حاجة لأي حد. اختفي. ممكن محدش اصلا يلاحظ اختفائك ده، ودي حاجة بتوجع انا عارف، بس ما تنشرش اي حاجة، ما تنشرش انت بتعمل ايه. غير عاداتك كلها. ابدأ بقى في حالة الوحدة دي تكون ناس جديدة قيمتهم عالية على نظافة. تبدأ تعمل افعال فعلا صعبة تديك قيمة عالية كراجل، وترجع تاني ترانسفورميشن. هم شخصيا الناس اللي كانوا هنا دول هيستغربوا انت ازاي بقيت كده، انت ازاي كنت معانا كده. كان دماغك مختلف عننا، بس ان انت تبقى كده. طبعا انت ما بتعملش ده كله عشانهم، انا بقول لك ده اللي هم هيقولوه. انت بتعمل كل ده عشان نفسك، عشان تبدأ تصلح من حياتك ومستقبلك. طبعا الحوار ده ان انت تعمله ما هو الا عايز راجل حقيقي، عشان مفيش بوي، مفيش عيل صغير هيعرف يعمل كده. عموما عايز افهمك حاجة، الراجل اللي بجد هو اللي بياخد القرارات الصح من غير ما يشوف مشاعره. فحاجة زي ان انت تنضم لدول او عموما العالم اللي مليان مشتتات، والعالم اللي بقى مليان شهوات كتير، واللي بقى مليان مغريات كتير جدا، الراجل الحقيقي بجد اللي هو جيجا تشاد هو اللي يرفض كل دول. اللي هو انا حاجة نفسي اعملها جدا جدا جدا، بس مش هعملها عشان هي غلط. غلط بقى سواء غلط مجتمعيا، او غلط كدين حرام، او غلط ان هتأذي هبقى مستنزف، او هو الحوار ده غلط. فانا لازم اعمل الصح. ايه الصح؟ ان انا انهي الحوار ده، انهيه بجد. حوار في حياتك انت شايفه غلط، انهيه. ما تفضلش مكمل فيه، وما تفضلش على امل ان هو مش هيبقى غلط قدام. لا يا اسطى، يعني ايه مش هيبقى غلط قدام؟ يعني ايه؟ يعني ايه بجد؟ يعني ايه الغلط هيتغير؟ الغلط قدام يعني هتتحايل على نفسك وعقلك يجيب لك بطريقة تانية ان هو ما يبقاش غلط يعني، ولا ايه؟ ما فيش حاجة اسمها كده، انت كده ضعيف. لو انت في حاجة في حياتك دلوقتي بتحاول ان انت توقفها دلوقتي، حاجة غلط في حياتك وبتحاول تعمل الصح، ومرة تصيب ومرة تخيب، ماشي، هتصيب في الآخر بإذن الله. لكن انت لو انت في حاجة في حياتك غلط وبتحاول تحورها في عقلك ان هي تبقى صح، مجرد ان انت بس بتحب الحاجة دي او مش عارف تفقدها من حياتك، فانت كده مش راجل بجد. راجل حقيقي حاجة غلط خلاص هعمل الصح، خلاص هاجي على نفسي، هاجي على نفسي جدا 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 فوق ما انت متخيل. حاجة بحبها يا اسطى في حياتي وبعملها، او شخص معاه او ايا يكن، غلط خلاص انتهى الامر، انتهى خلاص. الحاجة دي غلط هتطلع من حياتي. مشاعري هنقبوا مشاعري، المهم حياتي ومستقبلي. نرجع تاني للحوار، هقول لك برضو مثل على الحوار اللي انا لسه قايله لك ده. بص يا صاحبي، دلوقتي انا جيت حبستك في اوضه وحرمتك من الاكل لمده شهر. انت جعان جدا ولنفترض بطريقه ما ان انت عايش، يعني عايش، فاهم؟ اتحرمت من الاكل لمده شهر وعايش يعني. وجيت جبت لك اكتر اكله انت بتحبها، يعني بص اكتر اكل انت بتحبه في حياتك، وقلت لك الاكل ده فيه حاجه معينه، الحاجه دي هتدي لك مرض معين في جسمك، انت مش هتحس بيه دلوقتي بس هتحس بيه بعدين كمان سنة مثلا او سنتين. وانت دلوقتي جعان جدا ومش هتحس بحاجة دلوقتي، يعني انت دلوقتي هتحس ان انت شبعان، ده انت بالعكس هتحس ان انت في اعلى نشوتك. خلاص انت جعان بقالك شهر هتموت، جيت عرضت عليك الاكل ده، فانت خلاص بقيت واعي بقى ان الاكل ده مش هيخليني كويس بعد سنة، او مش هيخليني كويس بعد كام شهر، او هيجيلي مرض معين او هتأذي منه عموما. فجيت رفضت، خلاص ماشي، خدت الاكل منك ومشيت. جيت تاني يوم، انت طبعا قاومت شهوة الاكل وانت جعان اساسا. جيت لك تاني يوم، عرضت عليك نفس الطبق اللي فيه اكتر اكل انت بتحبه بس فيه نفس المرض، اللي هو مش هتحس بيه دلوقتي نهائي، هتحس ان انت شبعان، هتحس ان انت خلاص عايش وهتعرف تعيش وتكمل، بس انت عارف برضو ان في مرض هيأثر عليك قدام. جيت لك يا اسطى كده 4 5 مرات، او جيت لك كده لمدة اسبوع وبعدين قطعت تماما. انت هتعمل ايه؟ نفسيتك هتكون عاملة ازاي؟ هتتصرف انت وتجيب اكل تاني كويس ما يكونش فيه مرض، بس انت عقلك وقلبك اللي هو احنا هنموت، احنا دلوقتي في حالة اضطرار، احنا لازم ناكل،
بس الاكل ده فيه اذى، انا بحب الاكل ده جدا، ده اكتر اكل بحبه، بس الاكل ده فيه اذى ليا، فاهم؟ فبترفضه. انت هتكون حاسس ازاي؟ طبعا ضغط نفسي وضغط عصبي وكل حاجة متدمرة وكل حاجة اتفشت. بس بعدين لما تجيب، بعدين خالص لما تجيب الاكل النضيف اللي ما فيهوش مرض، هتحمد ربنا ان انت سبت الاكل اللي كان فيه مرض ده، عشان انت عرفت تجيب حاجة تانية احسن منه من غير مرض. تيجي وقت ما تيجي، بس المهم انا مش هتأذي. انا اكلت وعملت اللي انا عايزه ومرتاح، بس انا عارف ان مش بعد سنة او سنتين او كام شهر هتأذي. لا، انا كده بعمل الحاجة الصح ليه، اللي مش هتجيب لي اذى قدام. فهي الدنيا ماشية كده، تبعد عن دول توصل انت هتبقى لوحدك، بس انت مفيش اذى في حياتك. واحدة واحدة لما انت تبقى لوحدك وخلاص بعدت عن دول، وتعرف ان عاطف ما بقاش مع دول وبقى لوحده، او مع الناس اللي هم اصلا قيمتهم عالية، فاذا عاطف كمان قيمته عالية. لكن انا طول ما انا مع دول مش راكبة، عايز تبقى قيمتك عالية، خليك مع الناس اللي قيمتهم عالية زي ما انت بتعمل بالظبط، مش تبقى وسطهم وخلاص. اصلا مفيش حد قيمته عالية هيرضى بيك وانت قيمتك قليلة، فاهم؟ وانت كقيمة عالية ما ينفعش تنزل بمستواك وتبقى مع حد قيمته قليلة. فهمتني؟ هو ده اللي انا كنت عايز اوصله لك. لما تشتغل على نفسك هتوصل ان انت هتبقى في وحدة، بس ان انت مش هتبقى مع دول، مش هتبقى في القاع يا اسطى، مش هتبقى في قاع المجتمع، انت مش هتبقى في ارض نسخ المجتمع، انت هتعلى، هتبقى مع نفسك انت لوحدك، عامل العالم بتاعك الخاص. كل مدى عن مدى بتتطور، كل سنة مش بتتأذي، بالعكس انت كل سنة بتتطور تطور رهيب، يفتح عينيك على حاجات تانية كتير قوي في الحياة. فان انت بجد تبقى وسط دول ومش عارف تتحرر، قول لهم يا اسطى روحوا موتوا كلكم. واحد منهم مثلا كان قريب منك جدا وانت بتحبه وهو بيحبك، بس انت عارف ان هو مش نافع، انت عارف ان هو صاحب دار، عارف ان انت لو قعدت سنة معاه هتتضر جدا. يسا مكلمنيش تاني، يسا انا مش عايز اعرفك تاني. طبعا هيزن عليك بقى، وازاي بقى، واساليب العار اللي انا لسه قايل لك عليها، وممكن حتى لان انت بتحبه جدا، انت روحك فيه وهو كمان بيحبك جدا، فممكن يصعب عليك حتى وتكمل معاه وبتاع. بس يا اسطى خليك اناني في حياتك يا اسطى، انت هتتحاسب لوحدك، خليك فاكر ده. هو هيموت وانت هتموت والعالم ده كله هينتهي، وفي الاخر انت هتتحاسب قدام ربنا لوحدك على الحاجات اللي عملتها طول حياتك. فخليك اناني في مستقبلك، فاهم؟ اعمل الصح دايما. يا اسطى انا مش عايز اكلمك تاني. يا اسطى هو يزعل، يتفلق، هيطلع عليك كلام، يعمل. يا اسطى روح موت، فاهم؟ انا عايزك توصل للعقليه دي، عايزك كده تفتح دماغك وتدخل فيها الكونسبت ده، وحاول بقى نفسي بناس كويسه هتعليني وانا اعليها وهكذا. وكل ما قيمتك هتعلى عموما الناس دي هتحتاجك، والناس عموما هتحتاجك. كل ما قيمتك تبقى عاليه ومهاراتك اعلى، والحاجات الاكشنز اللي انا قلت لك ان الراجل بيتقاس بالاكشنز، الاكشنز بتاعتك ليها فاليو فعلا وبتأثر، عكس بقى ما انت ما يكونش عندك اي سكيلز خالص وحياتك ضايعة وبتعدي يومك بالعافية، فسمعتك هتبقى زي الزفت. الناس اللي هتعرفها هتبقى زي الزفت، والناس اصلا مش هتحتاجك في حاجة وهيهمشوك، والدنيا هتبوظ معاك خالص، وانت هتحس ان مفيش معنى للحياة انت عايش له. فحسن من نفسك، اعمل الحاجات الكويسة اللي ليها قيمة، وابعد عن اي حد هيجيبك لتحت، او اي حد هيهري معاك، اي حد هيستنزف طاقتك اللي انت المفروض بتحوشها دلوقتي لمستقبلك. الرحلة دي مش عايزة غير عقل شغال واعي بياخد قرارات صح، مش عايزة بقى تدخل قلب، ولا عايزة تدخل مشاعر، ولا عايزة تدخل ناس عمالة تعمل كده، عايزة ده صافي. اي حد هيجي يشوشر على ده مش عايزك في حياتي، فاهم؟ بس اتمنى تكون فهمت الكونسبت ده صح، ما تكونش فهمت كلامي غلط، وان شاء الله مش هيكون في قطعات طويلة يعني، بس انا بقطع ليه، بقطع اروح اصطاد المعلومة من الحياة واجي اقولها لك. فعموما باذن الله مش هطول في الفيديوهات الجاية وبس. اشوفك الفيديوهات الجاية اللي انا متأكد ان انت هتكون نسخة احسن بكتير من دلوقتي.